يسجل هذا اليوم في التاريخ، لأن البحريني السيد محمد جعفر أول من يستلم ميدالية ذهبية في تاريخ كرة القدم البحرينية. وهذا الجيل الحاضر الآن اليوم هنا في ملعب جاسم بن حمد. طبعا لدينا هنا اللاعب الذي قدم مباراة ممتازة وليد الحيام، بينما هنا اللاعب الآخر أيضا لم يشارك ربما في مباراة اليوم أساسيا، محمد معروفي. جيل بحريني كتب اسمه بأحرف من ذهب. هذا سيد ضياء الذي شارك منذ الشوط الثاني في مباراة اليوم. ولاحظ العالم البحريني على مملكة البحرين. اللاعب الممتاز في هذه البطولة صالح عبد الحميد. الشيخ ناصر بن حمد الثاني أيضا، ناصر بن حمد آل خليفة. ناصر بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية. الآن نشاهد اللاعبي المنتخب البحريني وقد أهدوا الميداليات الذهبية، طبعا نظير العمل الكبير والدعم الكبير الذي تجد طبعا الرياضة البحرينية أيها السيدات والسادة. ويأتي هذا الفوز أيضا لأن يقع وقوعا جميلا على محيا كل بحريني الآن يتابع في المنامة، في كل في المحرك، في النجمة، في كل مكان في البحرين. يكون هذا الفوز، تكون هذه الفرحة أيها السيدات والسادة بمثابة هدية. إسماعيل عبد اللطيف اللاعب الذي يجد الآن التحية والإعجاب أيضا من راعي هذه الدورة، ولأنه اللاعب الذي أهدى البحرين أيها السيدات والسادة البطولة الأولى في تاريخ كرة القدم البحرينية. طبعا هو ثاني هدافي البطولة أو ثاني هدافي الدورة برصيد 3 أهداف. الحديث هنا عن خلف عبد الله ذيب اللاعب الغائب الأبرز اليوم عن منتخب النشامة في مباراة اليوم. يستمر أيضا وصول لاعبي المنتخب البحريني. هذا اللاعب الآخر الحاضر راشد الحوطي ما شارك في المباراة النهائية ولكنه شارك وساهم في إنجاز البحرين التاريخي. وهذا اللاعب اللي شارك في الشوط الثاني عبد الله الهزاع أيضا يستلم ميدالية الذهبية. وبعد ذلك التهاني طبعا تبدأ الآن ولكنها لن تقف. أعتقد أيام وأيام كرة القدم البحرينية ستكون سعيدة بهذا الإنجاز. شاهدنا فهد الحردان ونشاهد الآن أيضا اللاعب الآخر محمد البنا الذي يستلم ميدالية الذهبية 12 بالمناسبة للبحرين في دورة الألعاب العربية 12. وهذا يعني أيها السيدات والسادة أن البحرين الآن في المركز التاسع في المجمل العام، والأردن تذهب إلى المركز العاشر. ميدالية ذهبية غيرت المكان وغيرت الأماكن. أصبحت البحرين الآن في المركز التاسع من حيث التسلم، من حيث أكثر من سجل حقيقة ميداليات في هذه الدورة. الأردن إلى المركز العاشر، والميدالية 12 في الدورة العربية 12 تذهب للبحرين على مستوى كرة القدم. والتهنئة تأتي لسلمان عيسى اللاعب الذي ليس بغريب عن قطر، فقد لعب ولا زال يلعب في كرة القدم القطرية منذ سنوات، طبعا مع النادي العربي الفريق الكبير فريق الأحلام في قطر. لكن يوم الأحلام للبحرينيين والعالم البحريني أيها السيدات والسادة يرفرف في الدوحة ويرفرف في المنامة وفي كل مكان. إنه انتصار تاريخي لكرة القدم البحرينية هذا المساء. طبعا سلمان عيسى بعد سنوات في كرة القدم القطرية مع النادي العربي، لا شك أنه عاد إلى بلاده مع الفريق الكبير الآخر نادي الرفاع. ولاحظ أيها المشاهد الكريم المتابع في اللحظات الأخيرة الدورة العربية، الفرحة لمن؟ الفرحة للبحرين، فرحة تاريخية للبحرين، لأن الذهبية بكل الذهبيات والإنجاز بكل الإنجازات. وتاريخ يسجل اليوم 23 من ديسمبر 2011. هذا الجيل البحريني سجل ما عجزت عنه كل الأسماء في تاريخ كرة القدم البحرينية. تبدأ الأفراح في الدوحة لكنها ستستمر ربما أياما وأيام في مملكة البحرين. ربما كما قال الزميل غازي في استوديو الجزيرة الرياضية، ربما هذا الإنجاز يحرك كرة القدم البحرينية بعد أن كسر المنتخب البحريني حاجز سوء الحظ الذي لازمه لسنوات طويلة. والمنتخب منتخب النشام